هننتقل لتاني خطوة بعد تصنيع الهيكل ألا وهي تصنيع نظام السسبنشن. في البداية بيبدأوا إنهم يعملوا الجلب للمساعدين، دي بتكون الطريقة. بعد كده بيقطعوا أماكن التثبيت بتاع السسبنشن عشان يلحموها في الشاسيه، وكمان تقطيع وعمل أرماد السسبنشن هيبدأوا إنهم يلحموها ويركبوها مكانها. كمان بيبدأوا إنهم يعملوا السسبنشن ذات نفسه، والسسبنشن هنا بيكون من نوع بوش رود، وده السسبنشن اللي بيكون مستخدم في سيارات السوبر كارز. كمان نظام التوجيه هنا بيكون متاخد من السيارة القديمة، ودي بتكون كل القطع اللي اتعملت عشان تكمل نظام السسبنشن. الشغل ده قد يبدو انه بسيط، لكن بالعكس الشغل ده مش سهل خالص. كل تفصيلة هنا بتتعمل بحسابات. كمان بيعملوا نظام الستيرنج واللي بيكون فيه اجزاء كتير متاخدة من السيارة القديمة. طبعا لازم يعملوا تيست لنظام السسبنشن، وكمان لازم يتعمل تيست لنظام الستيرنج، لان الحاجات دي مفيش فيها هزار. اقل غلطة واحدة بس من نظام الستيرنج قد تؤدي لحادث. بعد كده بقى هنتقلوا جزء المحرك. طبعا خد المحرك من السيارة القديمة زي ما قلنا، بس هنا مش هيكتفوا بكده، لأ هيعملوا ترميم للمحرك من الخارج، ويبدأوا إنهم يدهنوه بالطلاء الفضي عشان يبدو إن هو جديد، وده بيكون شكله النهائي. كمان بيدهنوا أنظمة السسبنشن كلها عشان تدي شكل جمالي للسيارة. وهنا ديسكات الفرامل هتتعمل بشكل مانوال عشان تكون ديسكات كبيرة وتكون واقعية أكتر. كمان نظام الإكزوست هنا هيتفصل مخصوص للسيارة، هيتعمل بأنابيب من معدن. هيبدأوا إنهم يقصوا التانيات عشان تكون سهلة في التاني، وهيبدأوا إنهم يجمعوه، وده بيكون شكله النهائي.